السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة هنعمل أكلة اقتصادية جدا جدا، صينية مش هتبيت معاكي، بطريقة سهلة جدا. بطاطس محشية باللحمة المفرومة بطريقة سهلة وبسيطة. خليكم معانا وشوفوا الطريقة. جبت بطاطس صغيرة زي ما انتوا شايفين، وقشرتها ونضفتها وغسلتها كويس، وبعدين هقورها زي ما انتوا شايفين كده. كده قورتها، بشيل الجزء اللي فوق زي ما انتوا شايفين، وبعدين بجيب المقوار او السكينة، اي حاجة عندك قوريها بيها، وزي ما انتوا شايفين كده هقورها كده اهو. قورتها بالشكل ده، وبعدين التقوير ده يا جماعة انا ما برمهوش، هقول لكم نعمل فيها ايه بعد كده. بسيبه على جنب، وبعدين جبت البطاطس الصغيرة اللي انا قورتها، هقليها في الزيت زي ما انتوا شايفين كده بالشكل ده. دي الصينية اللي انا اول حاجة اللي انا قليت فيها البطاطس، احط معلقة سمنة فيها، وبعدين حطيت بصلة مبشورة. قليت الكمية زي ما انتوا شايفين كده، بقول لكم البطاطس ماسكة نفسها مش مهرية اهي يا جماعة. وبعدين حطيت على البصلة بعد ما دبلت، حطيت جزر مبشور زي ما انتوا شايفين، وبعدين حطيت عليه لحمة مفرومة عصجة، حطيت على اللحمة بابريكا، وحطيت بهارات لحمة، فلفل اسمر، ملح حسب رغبتك او حسب الكمية اللي انت عاملاها. وهقلب البهارات في اللحمة كده، في البصل المبشور، في الجزر كده زي ما انتوا شايفين. وبعدين حطيت طماطم مبشورة برضو، هقلب كده باللحمة. بقت عندنا بالشكل ده. وبعدين هعمل الصلصة، حطيت توم مفروم على معلقة سمن، وبعدين حطيت الطماطم مضروبة في الخلاط، حط مع مرقة دجاج، دي مرقة دجاج ممكن تستغني عنها لو انت مش حباها. اللي انا بشرته بقى حطيت عليه معلقتين لحمة مفرومة زي ما انتوا شايفين كده. ما بيترميش يا جماعة، حرام، ما بيترميش خالص، بيبقى طعمه حلو جدا. وبعدين حطيته في الصينية، فرشت في الصينية كده زي ما انتوا شايفين. وبعدين جبت البطاطس كده وحشيتها باللحمة المتعصجة، هرص كده في الصينية زي ما انتوا شايفين اهي يا جماعة، جميلة جدا. دي الصلصة اتسبكت معانا نص تسبيكة كده، وبعدين هحطها على البطاطس المحشية زي ما انتوا شايفين. جميلة جدا يا جماعة، ريحتها بقى ما اقولكوش، جميلة جدا وتحفة. ممكن تعمليها في اي عزومة برضو بتبقى حلوة برضو. وبعدين حطيتها في الفرن
اهي يا جماعة جميلة جدا. هحطها في الفرن. دلوقتي هي كانت في الفرن من تحت وبعدين طلعتها تحت الشواية. ممكن تقدميها بالشكل ده. اولادي حبوا يحطوا عليها جبنة موتزاريلا، بصراحة طلعت تحفة برضو جميلة جدا. حطيت كده على الوش جبنة موتزاريلا، بيبقى طعمها تحفة برضو يا جماعة، جميلة جدا، طلعت جميلة جدا برضو. بعدين حطيتها تحت الشواية تاني، سيح الجبنة الموتزاريلا كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طلعت عندنا بالشكل ده جميلة جدا يا جماعة. ريحتها بقى مقلقوش جميلة تحفة. دي التقوير يا جماعة، بصوا جميل ازاي، جميل واستوت جميلة جدا. اهي قدمتها مع رز حبة وحبة، وممكن تاكل بعيش، جميلة جدا برضو. قدمتها مع رز حبة وحبة يا جماعة. جربوها بالطريقة دي. بصوا يا جماعة مستوية من جوه، انا بفتحها اللحمة المفرومة فيها كده جميلة جدا اهي. جربوها بالطريقة دي جميلة جدا. ألف هنا وشفا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.